السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست لب الحكاية، البودكاست اللي بيبدأ فيه الوعي وتتشكل من خلاله الحكايات. قبل ما نبدأ إن شاء الله موضوع حلقتنا المثير للاهتمام، شيء أنا شخصيا كنت ببحث عنه كتير. قبل ما نبدأ في هذا الموضوع المهم، أحب أفكركم إنكم تضغطوا على إعجاب واشتراك بالقناة عشان تساعدوا المحتوى إن هو يوصل لأكبر شريحة مهتمة بيه. نبدأ مع بعض. تخيل معايا، دي ساعات بنشوف الحبيبين قبل الزواج في حالة من الشغف والحماس، لكن بعد كده بتبدأ المشاكل والصدمات. والحب فعلا بيتغير ولا احنا اللي بنتغير؟ خلينا أكلمك بصراحة وببساطة كمان عن الحب. الحب الرومانسي ليه مرحلتين كبار، كل مرحلة ليها طعمها الخاص ومشاكلها كمان. المرحلة الأولى وهج البدايات. في الأول الحب بيكون كله شغف وحماس، كل طرف عايز يسعد التاني ويبذل الغالي والنفيس ويقعد يشوف شريك حياته مثال لطيف وجميل وملاك والكلام الحلو ده، تمام. ويمكن ما يعرفش كل العيوب، أو وده الحقيقة يعني ما بيشوفهاش أصلا. المرحلة دي تستمر في الغالب حوالي سنتين الحمد لله يعني، تمام. دي اسمها مرحلة اللي هو الحب الأعمى، اللي هي مراية الحب عامية، حاجة زي كده، تمام. عذرا أنا ماليش في الأمثال، تمام، بس هي قريبة من هذا الشيء يعني، تمام. فهي بتستمر سنتين بس. هنا بنعيش على هرمونات السعادة اللي هي الدوبامين والسيروتونين والأكسيتوسين. دي بتخلينا بنحس بالنشوة والارتباط والدفء. عندنا لما بننجح في الحب أجسامنا بتفرز مواد كيميائية زي اللي قلتها بتخلينا نشعر بهالات من السعادة، تمام. وضربات القلب بتكون سريعة طبعا، والتوتر كده. وهرمون الأكسيتوسين ده اللي بنسميه هرمون الحب أو هرمون الحميمية، ده بيزيد أو بيزود الشعور بالأمان والارتباط. وعندنا هرمون كمان اسمه الفازوبريسين بيقوي الالتزام والوفاء. يبقى الحب مش بس إحساس، ده كيمياء جسمانية بتأثر علينا بعمق. عارفة كلام معقد يعني وكده، فازوبريسين ومعرفش إيه، علينا خلصنا من الكلام ده، تمام. كده احنا ربطنا الحب كإحساس ومشاعر بحالة إيه؟ بحالة الجسم الفسيولوجية والهرمونات وهذا الكلام يعني. ما ينفعش كلام يخلو من الإيه؟ الناحية الفسيولوجية. ندخل بعد كده حل بعد. دي الحب مش بس حالة عاطفية أو انفعالية. دول إيمان خيرت خبيرة العلاقات الأسرية، الحب مش بس مشاعر وكلام جميل، هو مجموعة متكاملة من المشاعر، التصرفات اللي بتشمل اهتمام حقيقي، شغف، التزام دايم تجاه الشخص الآخر. الحب الحقيقي هو الشعور اللي بيتحد فيه العقل والقلب مع بعض في توازن، فيه وفاء وإخلاص وحنان. الحب مش بس بيختفي، أو الحب مش شيء بيختفي أو بيضعف مع الزمن، بالعكس هو اللي بينمو ويحتاج دايما لرعاية واهتمام مستمرين. لأن البنات دايما أو ناس كتير جدا رافضين فكرة لا، هو العلاقات المقدسة في الحب، معرفش جولييت ومعرفش ومين، تمام، قيس وليلى والكلام ده. فلا، الحب بالفعل هو بيتعمق أكتر مع الإيه؟ مع الوقت، تمام. والحب هنا مش مشاعر بس، لا، الحب هنا هو عمل يومي بنعيشه بأفعالنا، مش مجرد حالة عاطفية مؤقتة، تمام. يا جماعة نفرق بين حب الحلال وحب الحرام، ها؟ والكلام ده هيكون له حلقة خاصة طبعا. على حسب كلام كريج ماسي، الحب بيشكل 4 دوائر لازم تكون متوازنة علشان العلاقة تكمل بشكل صحي وثقة. أول دايرة دايرة العقل. معظم المشاكل وسوء التفاهم في الزواج بتيجي من اختلاف أنماط التفكير بين الزوجين. الراجل تفكيره بيكون أكتر منطقية وواقعية، والمرأة أكتر عاطفية. فالحل إن إحنا نستمع بإنصات ونحاول نفهم وجهة نظر الشريك التاني، وأخد وقت كده في الحوار، وأقبل واحترم الشخص التاني. ده هو دليل قبولي واحترامي ليه، هما دليل المحبة الحقيقية، تمام. يبقى القبول والاحترام هما دليل المحبة الحقيقية، بل هما، وهنعرف فيما بعد، هما أساس بناء أي علاقة مستمرة ناجحة وصحية. القبول والاحترام وليس الحب على فكرة. والقبول والاحترام هم اللي بيؤدوا إلى الحب فيما بعد. عندنا دايرة العاطفة. المشاعر عند الطرفين مختلفة. الرجل ممكن ما يقدرش يفهم دموع زوجته، الست بتستغرب جمود زوجها أحيانا،
فالحل إن إحنا نقبل مشاعر الشريك زي ما هو، ونسمح لنفسنا إن إحنا نعبّر بصراحة مش نكبت، والعواطف الحقيقية مكانها بيكون بين الزوجين، مش قدّام الناس ولا السوشيال ميديا، أكيد الكلام ده فاهمين، تمام. علاقتك بزوجِك أو علاقتك بزوجتك زي الفرش الحلو، الفرش الحلو مكانه فين؟ مكانه في البيت مش في الشارع، تمام، في البيت شكله منسق وأثاث جميل وحاجة رائعة، لكن لمّا أحطه في الشارع أو في العراء، طبعًا شعاع الشمس اللي نازل عليه ده هيخلّي الرؤية مشوشة، وهيبوظ الأثاث ده أو الفرش الحلو ده، تمام. عندنا تعليق كمان نسيته في دايرة العقل، دايرة العقل أنا قُلت إن إحنا في اختلاف بين عقلية الزوج وعقلية الزوجة أو الرجل والمرأة عمومًا، تمام. فالحل كمان إن إحنا نمزج التفكيرين معًا، نمزج ده مع ده، عشان يدينا الصورة واضحة. لمّا أحل مشكلة من ناحية عاطفية بس، ولمّا أحلّها من ناحية منطقية بس، دي هتكون ناقصة ودي هتكون ناقصة، لكن لمّا أحطّهم مع بعض هتكمل الصورة ليّا، تمام. فالحل هنا إن إحنا نمزج التفكيرين معًا، ونخلّي الصورة تكمل مع بعض ونشوفها من كل الجوانب، ونحترم ونتقبّل بعض، تمام. يبقى أنا كده اتكلمت عن دايرة العقل، دايرة العاطفة، عندنا بعد كده دايرة الجسد. الجاذبية الجسدية في البداية شيء قوي جدًا على فكرة ومؤثّر، تمام، وكمان مهم، ما ينفعش نهملها، تمام. بل أعتقد يعني إن العلاقات معظم يعني حالات الزواج خصوصًا يعني الناس اللي هم إيه، سطحيين التفكير، بينجذبوا إلى الجمال فقط، تمام، أو الجمال عمومًا، الجمال الجسدي، تمام. مش سطحيين بس، أنا مش هاقول إن سطحيين بس عمومًا الإنسان خُلق أو جُبل على حُب الجمال، تمام، يعني سبحان الله، تمام. الجاذبية الجسدية طبعًا هي قوية جدًا، تمام، بتلعب دور كبير جدًا، لكن لو هي الأساس الوحيد فالعلاقة غالبًا هتنهار مع مرور الوقت، لإن الجمال بيتغيّر لكن العِشرة الحقيقية هي اللي بتفضل. يبقى الحل هنا إن الجاذبية مهمة، لكن حافظ على علاقتك الجسدية كنوع من التواصل الحميم، وركّز على بناء روابط أعمق تعيش معاكم مهما مرّت السنين. يعني الجماعة المتزوجين علشان هي جميلة وملكة جمال وعينها خضرا وشعرها ما أعرفش إيه، أيًا كان يعني، تمام، ومتزوجاه علشان طويل أو عضلات أو أيًا كان يعني، أشياء كثيرة يعني، لكن ما يكونش ده الشيء الأساس، لأ لازم نحاول نشوف رابط أعمق من كده، لإن العضلات دي هتترهل بمرور الوقت، و وبالنسبة للجمال والوجه الجميل الحسن والبديع، تمام، ده ممكن إن هو بل أكيد مع الوقت هيترهل، تمام، ومع الوقت هتظهر تجاعيد وما أعرفش إيه، تمام، وكمان ممكن يحصل مشكلة تشوه هذا الجمال، فبكل حال هو مش دائم، تمام، في كل حال مش دائم، فهي مهمة، لكن لازم نخلي أو نوجد رابط أعمق من كده. بعد كده الدايرة الروحية، عندنا العلاقة الروحية اللي هي اللي هي من علاقة العبد بربه، تمام. طبعًا العلاقة بيني وبين ربنا هي اللي بتدّي العلاقة قوة وسلام نفسي عميق، لمّا بيكون في نية طيبة، في عبادة والتزام أخلاقي، العلاقة بتكون مباركة، ربنا بيبارك فيها وبتكون دائمة. الحل هنا إن إحنا نشارك بعض في الجانب الروحي، تمام، وطبعًا البُعد الروحي هنا دايمًا بيحكم أو بيعمل توازن للدوائر التانية وبيأثّر على كل الدوائر التانية. ومن الناحية الروحية طبعًا لازم يكون في اتساق روحي بين الاتنين، ويكون كمان طبعًا موضوع الاختيار الصحيح ده مش هنتكلم عنها دلوقتي، لسه بنتكلم في مرحلة الإعداد، تمام، اللي هو ما قبل الارتباط أصلًا. طيب هنتكلم أكيد في الناحية الروحية دي في فيديو وحديه يعني. بعد كده كل ده أنا باتكلم في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة وهج البدايات، واتكلمت إن في وهج البدايات دي اتكلمت فيها كان فيها من ضمنها يعني إن في دوائر للحب اللي هم 4، دايرة جسدية وروحية وعقلية وعاطفية. بعد كده ندخل على المرحلة التانية واللي هي إن شاء الله كده الدخول في عالم الواقع. الحمد لله خلص سنتين أو أقل من كده، سنتين متوسط على فكرة، ممكن يكون أكتر سنة بسيطة أو أقل من كده. بعد فترة الحماس بيبدأ يخف والكيرف الحلو العالي دوّة بيبدأ ينزل، تمام، فلمّا بيقل بعد كده بيظهر
كل واحد على حقيقته، تظهر الخبايا، يظهر كل حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. تمام، فالواحد يتصدم باللي قدامه. انا كنت شايفه ملاك بجناحين، وكنت عايش حياة اللي هو ايه، عالم ما فيهوش مسؤولية. تمام، فدخلنا الواحد هيتصدم باللي هيشوفه. يعني بعد كل الحماس ده ما يخف، هنشوف الشخص ده على حقيقته، هنلاقي إن في فروق بين الفكرة الرومانسية، أو هتظهر الفرق بين الفكرة الرومانسية والواقع العملي. هنا بتبدأ المسؤوليات والضغوط والخلافات، وبتبان أهمية الدوائر الأربعة دي للحفاظ على العلاقة. ليه بتحصل تصدمات بعد الزواج؟ تيجي تسأليني ليه الكلام ده بيحصل؟ هقول إن ده الحالات كتيرة جدا. ممكن يكون لاختلاف أنماط التفكير والعاطفة. تمام، نمط التفكير بتاع الرجل والمرأة مختلف، وكمان العاطفة زي ما اتكلمنا. سوء التواصل. تمام، فما فيش تواصل كويس، ماشي، ما فيش ايه، تفاهم، ما فيش احترام متبادل. تمام، عندنا كمان تغير الجاذبية الجسدية مع الوقت. الجاذبية الجسدية بتقل مع الوقت، ومن هنا يأتي دور الاهتمام. تمام، وده نتكلم فيه برضه. ضغوط الحياة اليومية وتنازل طرف عن نفسه بالكامل بدون توازن. إن الحياة بتضغط بشكل يعني، في ضغوط كل شوية تظهر، وطبعا كل ما الحياة، كل ما الأيام بتمر الضغوط دي بتزيد أكتر. تمام، خصوصا بقى يعني في الأول كانوا زوجين بس، بعد كده بقى عندهم أبناء فالضغوط زادت، وطبعا هنا عمل، ولو في عمل ودراسة فهتلاقوا في ضغوط كتير. تمام، فكل ده فين إيه ده؟ أنا كنت فاكر إن الموضوع كلمتين رومانسيين حلوين على فنجان قهوة أو أيا كان يعني. تمام، لكن طلع مسؤولية. إزاي نحافظ على الحب بعد الزواج؟ لازم نكسر فكرة إن الحب مجرد مشاعر وانفعالات. الحب الحقيقي فيه التزام وعطاء ورعاية مستمرة، وده مسؤولية على فكرة. الفرق اللي بيحصل أو المشكلة اللي بتخلي فيه تصادمات كتير بتحصل قبل وبعد الزواج. يعني بيكونوا عصفورين على شجرة قبل الزواج، بعد ما يتزوجوا يمكن أول شهر مثلا بيعدي تمام، لكن بعد كده بيتصدموا من الواقع، لأن هم داخلين مش عارفين إن في مسؤولية كبيرة هم شايلينها. تمام، فداخلين حياتهم كده، إحنا داخلين نستمتع ونسافر ومعرفش نعمل كارير مع بعض أو أيا كان يعني. تمام، ففكرة إن وهم مش عارفين في مسؤولية. المفروض إن كل فرد، كل طرف يشجع التاني إن هو يعبر عن نفسه ويدعمه في فترة التحديات. تمام، وإن إحنا نشارك كمان الاهتمامات والهوايات بدل ما نتنازل عنها. تمام، يعني أنا باحب مثلًا القراءة، زوجي مش بيحب القراءة، بيحب الرسم مثلًا، أو عشان نكون واقعيين أكتر يعني الشباب بيحبوا أكتر الكورة. تمام، فأنا مثلًا أسمع معاه الكورة، مش لازم إن هو يسيب سماع الماتش بتاعه. تمام، علشان ييجي يشاركني القراءة، أو مش لازم أنا أسيب القراءة عشان أسمع. لأ، إحنا نتحد مع بعض ونشارك بعض الاهتمامات. تمام، والهوايات، وما نعملش إيه، ما نقصّرش في حق نفسنا. تمام، لإن إحنا مستمرين مدى الحياة. طيب، بعد كده لازم طبعًا إن إحنا نهتم بالجانب الروحي وإن إحنا نغذّيه. تمام، ما نجيش على حساب هذه يعني العلاقة الروحية وكده. عندنا بالنسبة لمراحل الحب في الزواج، الإعجاب. أول حاجة الإعجاب، الإعجاب اللي هو البداية بالانبهار. بعد كده الحب الرومانسي، ده مشاعر وكلام حلو وكده. بعدين المودة، دي احترام وحب هادي وطويل المدى. والعشق الحقيقي اللي هو تلاحم القلب مع العقل. ابن حزم قال في كتاب اسمه التقوى الحمامة. تمام، قال إيه، لخص الكلام ده، قال إن مراحل الحب في الزواج الإعجاب والمودة والعشق العميق. تمام، إعجاب، مودة، عشق عميق. يعني بعد الأول انجذاب، بعد كده هنحترم بعض وهنتعامل بشكل كويس مع بعض واحترام متبادل وهدوء كده، ده هيؤدي في النهاية إلى العشق العميق أو العشق الحقيقي. بعد كده سلبيات الحب في الخطوبة، عندنا في جهل العيوب، أنا مش عارفة عيوب الشخص التاني، وإحنا فاكرين إن الحب مشاعر بس، والكلمة اللي أمال عايدة الحب مسؤولية وليس إيه، وعمل وليس مشاعر فقط. وعندنا غياب الحوار الحقيقي، إن هم مش بيتناقشوا في حاجة تقريبا في الخطوبة، أو غير إلا أنا بحبك وأنا كمان، والأغنية بتاع معرفش اسمه إيه، محفظش أسماء. تمام،
طبعًا ده يعني ما فيش حوار صح بينهم، اللي هو كل حد بيقول أجمل ما فيه، كل واحد بيظهر الجانب الجميل اللي فيه وبيحط عليه ورود وقلوب وكلام لذيذ، لكن الواقع غير كده تمامًا، والمشاكل الواقعية تمام، مثلًا الأزمة المادية قدّام أزمة مادية هيتصدموا من بعض، تمام، قدّام أزمة أيًا كان مشكلة الدراسة مع البيت أو أيًا كان يعني المشكلة إيه، فما فيش حوار حقيقي تمام، فده بيعمل إيه، ده بي في ده شيء سلبي طبعًا، الخطوبة هو ده الشيء اللي بيؤدي إلى التصادمات. طيب بعد كده عندنا مزايا الحب بعد الزواج، ده قوي جدًا تمام، لإنه مبني على علاقة حقيقية ومعرفة حقيقية بالشخص ومتوازن، أنا مش بابالغ ولا متعلق بشدة، وفي نفس الوقت أنا مش بادّي الشخص اللي قدّامي أقل من قيمته، لأ، أنا باحبه بجد لإن الشخص ده أنا أعرف عيوبه ومميزاته، عارفة نقاط القوة ونقاط الضعف معًا. طيب يبقى هو قوي، وكمان غير قوته إن هو على المدى البعيد تمام، مستمر وواقعي، أنا عن واقع ومستمر وصادق طبعًا، في وفاء ودفء واستقرار حقيقي. عندنا الحماية من تحديات الحياة ومن التصادمات والمشاكل دي، يبقى عندنا علشان المشاكل دي كلها يبقى حل كل المشاكل اللي بتحصل دي، هو بيكمن في 3 حاجات: المودة، الصدق، والدعم طول العمر. المودة، الصدق، والدعم طول العمر. وقال الشيخ محمد الغليظ أو أمير منير، الدكتور أمير منير، قال إن وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة دي في حالة الصفا في مودة تمام، حالة الصفا بنود بعضينا وكده تمام، ومرح وكده، لكن في حالة الغضب بقى أو حالة يعني في المشاكل وفي حالات القسوة وكده، لأ ده في رحمة تمام، مش عارفة أوضح أكتر يعني، يبقى أحيانًا الألفاظ يعني بتخن عذرًا تمام، فأقصد مودة ورحمة، المودة دي في حالات الصفا والروجان، أما في حالات إن أنا زهقان وطالع عينيّا، فهنا بيأتي دور الإيه، دور الرحمة. دلوقتي يا ترى لو بدأت علاقة جديدة أو لو بدأت علاقة جديدة أو متزوج بقى لك فترة، مستعد تعدّي بمراحل الحب كلّها وتحافظ على دايرة المتوازنة في حياتك والّا لأ؟ إيه أكتر دايرة شايفها مهمة، العقل والّا العاطفة والّا الجسد والّا الروح؟ وهل شايف إن فعلًا الحب بيتغيّر بعد الزواج والّا إحنا اللي محتاجين نتعلّم إزاي ونحافظ عليه؟ قولوا لي رأيكم وشاركوني بتجاربكم في الكومنتات، وباعتذر للإطالة، وما تنسوش طبعًا إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والجديد كتير إن شاء الله وجاي وهيكون في تطوير أكتر. باعتذر إن كان في أصوات كتير ما حاولتش إن أنا أو ما عرفتش إن أنا أزيلها أو كده تمام، لكن حرفيًا أنا عانيت علشان أسجّل، والله دي المحاولة تقريبًا بعد الخامسة، يعني ممكن تكون العاشرة كمان تمام، فيا ريت الدعم وتشتركوا في القناة، ولو طبعًا استفدتوا أو في أي فكرة عندكم تمام حابين نتكلم عنها أكتر، أو في موضوع شايفين إن أنا ما اتكلمتش عنه وهو مرتبط بالموضوع، ممكن نعمل حلقة تانية ليه أو جزء تاني ليه تمام، المهم شاركوني في التعليقات كل حاجة، أي تساؤل عندكم وإجابات الأسئلة اللي أنا سألتها، كل ده حابة إنكم تشاركوني وأنا هارد عليكم في أسرع وقت إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.